السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنعمل الشاورما السوري وهنقدم جنبها التومية. ان شاء الله هتجربوها هتعجبكم جدا. ما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. شكرا لمتابعتكم. معانا نص كيلو من صدور الدجاج، هنقطعها بالشكل ده وهنضيف عليهم معلقتين كبار من توابل الشاورما، وهنضيف عليهم معلقتين من الزيت، وهنضيف كمان كوباية زبادي كبيرة، وهنقلب كل المكونات مع بعض وهنسيبها لمدة ساعتين في التلاجة. هنحط طاسة على النار وهنحط فيها معلقتين زيت، وهننزل عليها بصل متقطع جوانح، وبعدين هنسيبه يتحمر. بعد ما البصلة اتحمرت معانا بالشكل ده هنفضيها في اي حاجة، وبعدين هنيجي في نفس الطاسة اللي احنا حمرنا فيها البصل هنضيف معلقتين زيت، وهننزل بالشاورما بتاعتنا اللي احنا سيبناها متبلة بقالها ساعتين في التلاجة، وهنخليها على نار عالية لحد ما تستوي تماما. بعد ما استوت هنضيف عليها البصل وهنقلبه، وهنضيف عليها معلقتين خل وبقدونس متقطع بيخلي طعم الشاورما جميل جدا، ووحدتين طماطم متقطعين، وبعدين هنقلبهم وهنسيبهم دقيقتين بس على النار لحد ما تبقى بالشكل ده. هنضيف معلقتين من الطحينة وهنقلبها وهنطفي. خلاص كده الشاورما بقت جاهزة معانا. الشاورما بتاعتنا والبطاطس المتحمرة وفلفل متقطع اختياري، وجبنة موتزاريلا كمان اختياري ممكن نستغنى عنها، ومعانا العيش السوري اللي احنا هنعمل بيه السندوتشات بتاعتنا. هنضيف البطاطس وبعدين هنضيف عليها الشاورما، وهنضيف الفلفل والجبنة الموتزاريلا، وهنلف السندوتش بالطريقة دي. وهنكمل باقي السندوتشات كلها بنفس الطريقة دي. عملنا 10 سندوتشات من نص كيلو صدور الدجاج حلوين جدا. معانا الجريل اللي هنعمل فيها السندوتشات، هندهنها زيت وهنسيبها تسخن شوية، وهننزل السندوتشات. لازم ننزل السندوتش على الناحية المفتوحة اللي احنا سايبينها في الاخر بالشكل ده، وهنقلب السندوتشات من وقت للتاني. هنسيبها على نار هادية لحد ما تستوي من كل الجوانب بالشكل ده. بعد ما خلصنا الكمية كلها، ما بتاخدش وقت خالص على النار وسهلة وبسيطة. ده كده الشكل النهائي. ان شاء الله هتجربوه هيعجبكم، وما تنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وشكرا لمتابعتكم.